مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا جت في العارضه. دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس ودوس لايك وشير ونبدا حلقتنا. الحلقه النهارده بصراحه لو اخترنا لها عنوان فانا مش شايف لها اكتر من عنوان هم يضحك وهم يبكي. كان في مباراتين النهارده لمنتخبين مصر، منتخبي مصر، المنتخب الكبير، صعبان عليا اقول الكبير، والمنتخب الشباب اللي بصراحة فارق كتير جدا، وهو اللي محسسنا ان لسه الكورة مدورة. نتكلم الاول على المنتخب البلح. منتخب البلح، انا هسميه منتخب البلح من هنا وجاي، لان هو كله فعلا بلح. منتخب الكبير النهارده كان عنده مباراة مع كينيا، اول مباراة رسمية للجهاز الفني البلح. برضه كابتن حسام البدري، محمد بركات، طارق مصطفى، ده الجهاز الفني. وكان بنلاعب كينيا، وبعدين هو بان يعني اساسا يا جماعة الخير المنتخب بان في الماتشات الودية، فعلشان خاطر بس الناس ما تفضلش تحكي وترغي على المنتخب، بان في الماتشات الودية ان ما كناش هنلعب مباراة رسمية. يعني عادي، انا قلت الفيديو اللي فات وناس كتير انتقدتني واتكلمت على ان انا متشائم والماتشات الرسمية هتفرق وبتاع. طب ادي الماتشات الرسميه، هو اللي انا قلته بالظبط على الماتشات الوديه. انا قلت ده فرقه بالكتير قوي تلعب دوره رمضانيه واحتمال ما تحققش فيها حاجه. انا قلت ان حسام البدري السنه اللي قعدها في بيراميدز كرئيس نادي وداق فلوس نسي التدريب. هو النهارده بان. كينيا بتتعادل معانا 1-1 في مصر. انتوا متخيلين حجم الكارثه اللي احنا، هي كارثه بكل المقاييس. خلص ماتش انا مش قادر اتكلم بصراحة عن المباراة دي. مباراة توجع وتحزن وتضايق وتقرف، واخر زبالة في الكورة. مش هتكلم عنها لان ما تستاهلش نتكلم عنها. احنا نتكلم عن بقى منتخب الشباب. منتخب الشباب تحت 23 سنة النهاردة كان معاه مباراة مع الكاميرون، مباراة تحصيل حاصل، مش فارق معاهم، كده كده هم صعدوا وضامنين هيلعبوا في نصف النهائي. والكاميرون بتحارب علشان خاطر اساسا هي مش ضامنه صعودها، وبالفعل هو ده اللي حصل والكاميرون ما صعدتش. لكن تتفرج على منتخب مصر للشباب، لا دول الرجاله، دول اللي فارق معاهم اسمهم، فارق معاهم بلدهم. ما شاء الله عليك يا شوقي يا غريب، بالجهاز الفني اللي معاك، محمد شوقي ولا كل الجهاز الفني قافلين على لعيبتكم وتمام التمام، والدنيا مظبوطه جدا، واللعيبه في الملعب حاسين ومقدرين الموقف، مستوعبين ان هم بيلعبوا علشان خاطر بلدهم وعشان خاطر اسمهم وعشان خاطر شكلهم وعشان خاطر نفسهم يروحوا اولمبيات وعشان خاطر هم بيلعبوا كوره علشان الكوره. النهارده زي ما قلت لكم الماتش تحصيل حاصل، ومصر اساسا كده كده صاعده لنصف النهائي، مش فارق معاها خالص المباراه. يعني مش فارقه اصعد اول اصعد تاني، احنا قلنا الفرقه التقيله بتقابل اي حد وبتلعب اي حد، والمجموعه التانيه اصلا كلها فرق تقيله. يعني صعدت نيجيريا، صعدت كوت ديفوار، صعد ايا كان في جنوب افريقيا، ففي الاخر هم فرق تقيله. لكن النهارده نتفرج على الفرقه ما شاء الله عليه، مصطفى محمد ربنا يحميه، محمد صبحي من حارس المرمى يا جماعة لحد المهاجم ما شاء الله، رمضان صبحي والله زي ما قلت الفيديو اللي فات مستوعب حجم الشارة اللي على كتفه. مقدرين اللعيبة كل واحد فيهم يا جماعة 21 سنة و20 سنة و22 سنة و19 سنة، لعيبة مقدرة فانيلة منتخب مصر، لعيبة بتلعب كورة، لعيبة في روح محرومين منها المنتخب الكبير. يتفرجوا على الشباب الصغيرين علشان يمكن يستوعبوا الكرة بتتلعب ازاي والروح بتتوجد ازاي. لكن اللي حصل في منتخب الكبير مع كينيا ده دي منتهى الحسرة ومنتهى الحزن، زي ما قلت قرف، فرقة زبالة. انا اسف مش لاقي لفظ اختاره انضف من كده، والله ما لاقي. بالعكس في الفاظ اقذر من كده، بس انا مش حابب اغلط. ازاي دي فرقة منتخب مصر
ازاي دي فرقه منتخب؟ بانوا في الوديات. ليبيريا يا جماعه، قلت لكم من ساعه ماتش ليبيريا وعملت فيديو قلت لكم ليبيريا مسحت بكرامتنا ارض الملعب الشوط الثاني. كينيا النهارده نفس الوضع. كينيا النهارده ماسكه علينا كرة وبتهددنا، وكل شويه ربنا يستر. الحمد لله، ربنا يستر، الحمد لله. حاجه تقرف. انا كل اللي حابب اقوله منتخب الشباب هو انتوا الامل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب في نصف النهائي تفوزوا وتصعدوا لاولمبياد طوكيو، وان شاء الله نفرح بيكم لانكم والله تستاهلوا، والله تستاهلوا. انتوا فرقه فعلا. النهارده بنتفرج على الماتش، حتى لو كنتوا لما خرجنا متعادلين الشوط الاولاني مش زعلانين، ولو خرجنا مغلوبين مش زعلانين. انتوا بتلعبوا كوره وعملتوا اللي عليكم. انت حسسني انك عملت اللي عليك، وبعدين النتيجه في الاخر عند ربنا. لكن ربنا ما بيضيعش مجهود حد فعلا اجتهد. كل اللي حابب اقوله مليون مبروك لمنتخب الشباب، ويا رب يا رب ان شاء الله من تقدم لتقدم، وان شاء الله يا رب تكسبوا الماتش اللي جاي في نصف النهائي، وتضمنوا صعودكم لاولمبياد طوكيو. وان شاء الله البطوله دي باسمكم، وان شاء الله البطوله دي بتاعتكم. وما ننساش في اخر الحلقه، يا رب انا اسف لو كنت اتنرفزت، اسف لو كنت الفاظ، بس والله الموضوع مستفز جدا ويضايق. ندوس سبسكرايب ونفعل زر الجرس وندوس لايك وشير، ونشوفكم على خير.